تعرفوا الله غالب الكهلانه هذه عبالك مرض كبير، افتح له خليه يخدم، وضعت الاداره تحت تصرف الشباب، هما يحلموا ويفكروا والاداره نتاعنا تنفذ الافكار تاعهم. في الاول لك تعرفوا الله غالب الكهلانه هذه عبالك مرض كبير، قال لك نو ما عندهمش تجربه، يا ودي افتح له خليه يخدم، خليه يافونسي، خليه يقترح، يفكر لك خارج الصندوق. وفعلا داروا هاكاطون من اروع ما يمكن، قسما بالله عظم المقترحات اللي قدموها لنا، يعني فريمو رهيبه. وانا نقولها لكم، انا قلتها 1000 مره ونعاودها، المؤسسه الشبانيه ماهيش مسؤوليتنا وحدنا، نفتحوها لكم، ارواحوا نفكروا مع بعضياتنا كيفاش نديروا انشطه غير نمطيه، انشطه عصريه، نهيكلوا ونأطروا الشباب ونحميهم من المخدرات ومن الضياع الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن هذه لا حدوي يقدر يدير حاجه وحده، ولا مدني يقدر يدير حاجه وحده، ولا الاطارات البيداغوجيه تاعنا اللي عندنا فيهم اصلا نقص وعجز كبير، واغلبهم في بعض الاحيان راهم بلغوا من العمر عتيه، معناتها اصلا ما ولاش قادر يتواكب مع لغه الشباب الى اخره الى اخره الى اخره. فلذلك الفكره الاساسيه اللي طرحناها، كيفاش تقدروا انتم يكون عندكم بعد، مثلا كي تقراي في الجامعه 5 ايام من 7، عندك ساعه ونص ولا ساعتين في الاسبوع وين عندك نادي موطن على مستوى المؤسسه الشبابيه.